بيبدأ الفيلم بمسجون اسمه ريد وهو بيقضي فترة عقوبته بسبب انه سرق بنك، وبنعرف ان ريد مسجون بقاله سنتين، ولكنه بيخرج من السجن بعد ما قضى نص عقوبته بسبب حسن سير وسلوك. وساعتها ريد بيكون قمة في السعادة علشان هيرجع لبيته واسرته، واول ما بيخرج بتكون مراته كلوي واقفة مستنياه، وبتكون مبسوطة جدا ان هو هيرجع يعيش معاهم تاني. ولما بيرجعوا على البيت بتتكلم كليو مع ريد وبتطلب منه ما يعملش اي حاجة غلط تكون سبب في دخوله السجن تاني، وبتنصحه ان هو يفكر فيها وفي بنتهم الصغيرة بيا، وبتعرفه ان هي طول فترة السجن كانت مفهمة بيا ان هو مسافر ومخبية عنها ان هو كان مسجون. فبيرد عليها ريد وبيعرفها ان هو ملوش غيرهم ومش هيبعد عنهم تاني. واثناء ما هما بيتكلموا بتدخل عليهم بيا وبتجري على ريد وبتحضنه، وبتكون فرحانة جدا برجوعه للبيت. وساعتها ريد بيلاحظ ان بيا بتتكلم معاه باللغة الفرنسية ومش بتتكلم انجليزي، فكليو بتفهمه ان هي دخلتها مدرسة فرنسية. ووقتها بتيجي لوليتا مربية بيا وبترحب بريد وبعودته للبيت، فبيتفاجئ ريد ان لوليتا كمان بتتكلم فرنسي زي بيا، فبتقوله كليو ان الفلوس اللي كانت معاها كانت قليلة، وعلشان كده اتفقت مع لوليتا ان هي هتشتغل عندهم مقابل ان هي تعلمها اللغة الفرنسية. وبتقوله كمان ان لوليتا بتحب بيا وبتعتبرها زي بنتها. وبعدها بيكون ريد واقف بيتفرج على لوحة كليو اللي هي رسمتها، ولكن ما بيكونش فاهم معناها ايه، وبيقول لها ان هي زي الحيطة اللي كان بيشوفها في السجن لمدة سنتين. فبتعرفه كليو ان ميعاد عرض لوحتها اليوم ده بالليل، فبيستغرب وبيقول لها ان هو لسه خارج من السجن وان هو عاوز يقعد معاها في البيت ويقضوا وقت سوا. لكن كليو بتعرفه ان هي شغالة على اللوحات دي بقالها 10 شهور، وان المعرض ده مهم بالنسبة لها ونفسها كل لوحاتها تتباع. وبتقوله ان هي كانت مضطرة تصرف كل الفلوس اللي كانوا محوشينها علشان بيا، وبتعرفه ان وضعهم بقى صعب من ساعة ما هو سابهم. فبيقول لها ان هو هيتصرف في موضوع الفلوس، وبيأكد لها ان حياتهم هتتغير للأحسن. وفي النهاية بيتفقوا ان هم هيتقابلوا في المعرض بالليل، وفي الوقت ده بيوصل راجل فرنسي اسمه لوك للمطار، فبيسأله الضابط عن سبب زيارته لأمريكا، فبيعرفوا لوك ان هو جاي علشان شغل. وساعتها بيراجع الضابط بيانات لوك وبيعرفوا ان هو كان على قائمة الممنوعين من دخول امريكا بقاله فترة، لكن حاليا اسمه اترفع من القائمة وما بقاش موجود فيها، وبيديله جواز سفر وبيسمح له يمشي. وبعد ما لوك بيخرج من المطار بيروح على جراج عربيات، وهناك بيحاول يسرق عربية من اللي موجودين، ولكن بيجي صاحب العربية وبيشوفه وبيزعق فيه وبيهدد ان هو هيتصل بالشرطة. وبيظهر ان لوك قاتل محترف وعنده مهارات عالية جدا، لانه بيهجم على صاحب العربية بالسكينة وبيقتله. وبعدها بياخد منه مفتاح العربية وبيركب وبيمشي في طريقه لحد ما بيوصل عند حانة صاحبها بيكون اسمه جان. واول ما جان بيشوف لوك بيترعب، وبنعرف هنا ان جان ده تاجر اسلحة وبيكون فاكر ان لوك جاي عشان يخلص عليه. فبيعرفوا لوك ان هو مش جاي علشانه، وبيقول له ان هو بس محتاج كمية من الاسلحة. فبياخدوا جان وبيطلعوا فوق سطح المبنى وبيوروا له مجموعة كبيرة وانواع مختلفة من الاسلحة. فبيمسك لوك بندقية قنص فيها كتم صوت وبيقرر ان هو يجربها، وبيضرب رصاصة على راجل بيكون واقف في الشارع، لكن الرصاصة بتيجي في الكوباية اللي في ايده. وساعتها لوك بيقول لجان ان البندقية دي فيها عيب، وبعدها بيختار لوك كل الأسلحة اللي هو محتاجها، ولكن بيطلب من جان ان هو يديله كمان البنت اللي شافها معاه في الحانة. فبيستغرب هنا جان وبيعرفوا ان البنت دي تبقى صاحبته، لكنه لما بيلاقي لوك ما بيردش عليه بيخاف منه وبيغير رأيه وبيوافق. وبعدها بنشوف جان مع 2 من صحابه في الحانة، وبيكونوا مستغربين ان هو سمح للوك ان هو يقرب من حبيبته، وواحد منهم بيقول له هو لو مكانه كان زمانه قتل لوك من ساعتها. فجان بيرد عليه وبيقول له ان لوك صعب جدا حد يقتله علشان هو قاتل محترف وعنده مهارات عالية جدا، ده غير ان هو مختل عقليا وخطير. وفوق كل ده الشرطة قتلت اخوه من فترة، ومن ساعتها وهو بقى زي المجنون وبيخلص على اي حد في اي مكان وفي اي وقت. وبيطلب جان من اصحابه ان هم يتصرفوا مع لوك بهدوء ومحدش فيهم يحاول يضايقه علشان ما يقتلهوش. ولما بيخرج لوك من الاوضه بيساله جان عن حبيبته، فبيرد عليه لوك ببرده بيقوله ان هو قتلها. فبيتعصب واحد من اصحاب جان وبيكون عاوز يقتله، ولكن لوك بيضربه بطلقه واحده وبيخلص عليه فورا. فبيسحب جان بندقيته علشان يضرب لوك بالنار، لكن لوك برضه بيكون اسرع منه وبيقتله، وبتخرج طلقه من بندقيه جان وبتيجي في راس زميله التاني وبيموت في ساعتها. وبعدها بيخرج لوك من
من الحانة، وبيلاقي واحد راكب عربية شكلها بيعجبه، فبيقرب من صاحب العربية وبيهدده وبيجبره ينزل. واول ما صاحب العربية بينزل بيضربه لوك بالنار وبيخلص عليه، وبيركب العربية وبيمشي بيها. ولكن بعد شوية وقت بيلاقي عربية شرطة جاية وراه، وبينزل منها ظابط وبيطلب منه اوراقه، لكن لوك بيدوسه تحت العربية وبيموته، وبينزل من العربية وبيضرب نار على الظابط التاني، وبعدها بيفجر العربية بيه. ووقتها لوك بيشوف عربية تانية قدامه، واول ما صاحبها بيشوفه وبيلاحظ ان هو معاه سلاح بينزل من العربية وبيطلع يجري، فبيروح لوك يركب العربية وبيكمل في طريقه. وبنروح لكلو اللي بتكون في المعرض وبتجهز اللوحات علشان العرض، وبيجي ديريك صاحب المعرض وبيلاحظ ان هي متوترة، فبيطمنها ان كل حاجة هتمشي كويس وان هي هتقدر تبيع كل اللوحات بتاعتها. وبعدها بياخدها معاه لمكتبه علشان يتكلموا، وهناك بيفاجئها وبيعبر لها عن مشاعره ناحيتها، وبيقول لها ان هو بيحبها. فبترفض كلو كلامه وبتقول له ان هي متجوزة، ده غير ان هي ما بتحسش ناحيته باي مشاعر. فبيحاول ديريك يقنعها يكون في بينهم علاقة سرية، وبيفهمها ان جوزها مش بيحبها والا ما كانش سابهم سنتين علشان شغله. وساعتها كلو بتعرف ان جوزها ما كانش مسافر، وان هو كان مسجون ولسه خارج من السجن النهارده، وبتهدده ان جوزها لو عرف باللي هو عاوز يعمله معاها هيأذيه. فبيفكرها ديريك بالعقد اللي هي مضته مع المعرض، وبيهددها ان هي لو ما دفعتش الكارد اللي هي خدته خلال 48 ساعة بعد المعرض هيسجنها. ولكن كلو ما بتهتمش بكلامه وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده ريد بيروح يقابل صاحبه يوري، وساعتها يوري بيفرح جدا لما بيشوف ريد. وبنعرف هنا ان يوري كان شريك ريد في سرقة البنك، ولكن الشرطة ما قبضتش عليه، وكمان ريد ما قالش على اسمه للشرطة. وبنعرف كمان ان يوري كان بيخلي باله من اسرة ريد طول فترة سجنه، وكان بيراقبهم من بعيد علشان يطمن ان هم بخير. ولكن ريد بيكون زعلان من يوري علشان هو ما راحش يزاره خلال فترة سجنه، فبيعرف يوري ان هو ما كانش عاوز يشوفه وهو مسجون. وفي وسط كلامهم بيدخل عليهم الضابط ارنست، وبيكون ارنست هو الضابط المسؤول عن مراقبة ريد. وبيتكلم ارنست مع ريد وبيفهمه ان هو يفضل تحت المراقبة لمدة 5 سنين، وان هو لو ارتكب اي مخالفة للقانون هيرجع للسجن تاني. وبيفضل ارنست يفتش ريد علشان يشوف لو كان معاه اي سلاح او ممنوعات، لكنه بيلاقيه نضيف ومعهوش اي حاجة. فبيحذره ارنست قبل ما يمشي وبيقوله ان هو هيفضل تحت عينيه طول الوقت. وبعد ما بيخرج ارنست من المحل بيطلع يوري مسدس وبيكون عاوز يقتله، لكن ريد بيهديه وبيخليه ينزل السلاح، وبيقوله ان ارنست بيعمل شغله. وبيعرفه كمان ان ارنست خسر مراته واولاده علشان كده هو اسلوبه عنيف. وبعدها بيفتحوا باب سري وبينزلوا الغرفة السرية تحت الارض وبيقعدوا فيها. ووقتها يوري بيشجع ريد يفتح الخزنة اللي قدامه ويرجع ايام زمان، لكن ريد لما بيحاول يفتح الخزنة بيفشل لانه بيكون فقد مهاراته بسبب الفترة الطويلة اللي قضاها في السجن. فطبيعي ان هو مع مرور الوقت هيسترجع مهاراته وهيرجع احسن من الاول. وبيستخدم يوري مفتاح الخزنة اللي معاه وبيفتحها، وبيكون فيها مستندات بقيمة 6 مليون دولار، وبيكون هو ده المبلغ اللي هم سرقوه من البنك. وساعتها كل واحد فيهم بيحكي هو هيعمل ايه بنصيبه. وبيعرض رد على يوري ان هو يروح معاه معرض كلوي، وفي البداية يوري بيرفض لان هو ملوش في جو اللوحات والمعارض، لكن رد بيترجاه وبيقوله ان هو مش عاوز يكون هناك لوحده. فبيوافق يوري يروح معاه. وفي المعرض بتكون كلوي واقفة مع ناقد فني قدام لوحة من لوحاتها، ولكن الناقد ده بيقول لها ان هو مش فاهم حاجة من اللوحة. وفي اللحظة دي كلوي بتشوف ريد ويوري وهم داخلين المكان، فبتسيب الناقد وبتروح لهم علشان ترحب بيهم. واثناء ما هي ماشية بتسمع الناس بيتكلموا عنها بطريقة وحشة، وفي منهم اللي بيقول عليها ان هي محتلة وسرق شغلها من فنانين تانيين، وفي كمان اللي بيقول عليها ان هي فاشلة وملهاش في الرسم اصلا. فبتتضايق كلوي من الكلام اللي هي سمعته. وفجأة بيجي ديريك وبياخدها علشان تتعرف على واحدة من الصين، وبيقول لها ان الست اللي هتقابلها دي ممكن تشتري منها لوحات كتير. وبيفكرها ان ده لو حصل فهيبقى بسببه هو، لان هو اللي دعاها مخصوص للمعرض. لكن كلوي لما بتروح للست بتلاقيها بتسخر منها ومن لوحاتها، فبتسيبها وبتمشي وهي في قمة الاحباط. وبتروح لريد ويوري وبتحكي لهم عن اللي حصل. لو وصلت لحد هنا انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تنضم للعيلة بتاعتنا ويوصلك كل ملخص جديد اول باول. فبيحاول ريد يخفف عنها وبيقول لها ان المعرض كله ده مش مهم، وده في سبيل ان هي ما تكونش زعلانة. فبتهدى كلو وبتسيبهم علشان تشوف باقي ضيوفها، لكن ريد بيسمع مجموعة من النقاد وهم بيتريقوا على كلو وبيسخروا منها، فبيتعصب جدا وبيروح لواحد منهم
وبيكون هيضربه، ولكن يوري بيمنعه بيقول له يهدى، وبيعرف ان هو ما ينفعش يعمل مشاكل والا هيرجع للسجن تاني. وبيفضل ريد متضايق لانه مش قادر يسمع حد بيتريق على مراته. وفي البيت بتكون لوليتا قاعده مع بيا وبيلعبوا سوا، وبعد ما بيخلصوا لعب بتقوم بيا علشان تروح الحمام وتغسل سنانها. وفي اللحظه دي بيرن جرس الباب، ولما بتروح لوليتا تفتح بتلاقي لوكو قدامها، فبتقول له ان اصحاب البيت مش موجودين. لكن لوكو بيدخل غصب عنها وبيقول لها ان هو صديق العيله وان هو هيستناهم يرجعوا. وبيفضل لوكو يتحرك في البيت بطريقه مريبه، وده بيخلي لوليتا تطلب منه يخرج بره والا هتتصل بالشرطه. فبيتجاهل كلامها وبيرفض يمشي. وساعتها بيشوف صوره بيا مع ريد وكلوي، وبيفهم ان ريد عنده طفله، وبيسال لوكو لوليتا عنها. فبتتجاهل لوليتا ان هي تجاوب عليه، وبتطلع سكينه من جيبها وبتهجم عليه، ولكن لوكي بيتفادى هجمتها وبيقتلها. وفي الوقت ده بتسمع بيا صوت في البيت، فبتخرج من الحمام علشان تشوف ايه اللي بيحصل، وبتخاف جدا لما بتلاقي لوكي قتل لوليتا وبتجري تستخبى منه. فبيروح لوكي يدور عليها في كل مكان في البيت، وساعتها بتخرج بيها من مكانها وبتقرب من لوليتا علشان تطمن عليها. فبتطلع لوليتا لسه عايشة وبتقول لها تهرب بسرعة. فبتسمع بيها كلامها وبتخرج من البيت وبتجري في الشارع، وبيشوفها لوكي وهي بتجري فبيضرب عليها نار، لكنه بيفشل في انه يصيبها. فبيتضايق جدا وبيقرر يمشي من البيت، ولكن قبل ما بيخرج بيلاقي ورقة وبيكون فيها عنوان معرض كلوي. وفي المعرض ريد بيشوف ضابط الشرطة ارنست وبيتعب جدا، فبيسأل كلوي عن سبب وجوده في المعرض. فبتقوله ان ارنست بيهتم بالفن، وبتكون كلوي متوترة وبتقول لريد ان المعرض فشل، وبكده هي هتبقى مديونة بفلوس كتير لدريك لان مفيش اي لوحة هتتباع، وهي مش هتعرف ترجعله الكارد بتاعه. وبتقوله ان هي كانت مضطرة تاخد فلوس من دريك عشان هي صرفت كل الفلوس اللي كانوا محوشينها على تعليم بيا. ووقتها بيفهم ريد من كلوي ان دريك كان بيحاول يلمسها، فبيتعصب وبيقرر ان هو ينتقم منه. فبتمنعه كلوي وبتقوله ان هو لو عمل اي حاجة غلط هيرجع للسجن تاني ويبعد عنها، وساعتها هي هتضطر تتطلق منه لان هي مش مستعدة تاخد التجربة دي تاني. فبيهدى ريد وبيسيطر على اعصابه وبيعتذر لكلوي، وبيقول لها ان هو مش عايز اللوحات تتباع وان هو هيشتريها منها ويعلقها في البيت. وبيفكر ان هو وعدها ان هو هيتصرف في موضوع الفلوس، علشان كده هو مش عاوزها تشغل بالها موضوع الكارد ده نهائي. فبتهدى كلوي وبتقوله ان هي هتروح تجيب البلطو بتاعها علشان تمشي معاه. وبنرجع للبيت وبنكتشف ان لوليتا لسه عايشة لكن اصابتها خطيرة. فبتفضل تزحف على الارض لحد ما بتوصل للتليفون، وفي الوقت ده بتكون كلوي بتستعد علشان تمشي من المعرض. فبيجي دريك وبيقول لها ان المعرض فشل، وبيعرف ان هو هياخد فلوسها منها هي وعيلتها وهيرميهم في الشارع. وهو بيحاول يقرب منها على امل ان هي تكون غيرت رأيها، لكن ده ما بيحصلش، وبتعرفه يبعد عنها. وفي اللحظة دي لوليتا بتتصل بيها علشان تعرفها باللي حصل، لكن دريك بياخد منها التليفون وبيكسره. فبتضربه كلو وبتسيبه وبتمشي. ووقتها بتكون بيه قدرت توصل للمعرض، واول ما بتشوف امها بتجري عليها وبتحكي لها عن اللي حصل. ولكن فجأة بيظهر لوك في المكان وبيطلع سلاحه ناحية كلو وبيا، وساعتها ريد بيشوفه وبيصرخ بصوت عالي وبيحذرهم. واول ما لوك بيشوف ريد بيضرب عليه النار، لكن يوري بيزق ريد وبياخد الطلق بداله. وفي نفس اللحظة دي كلو بتاخد بيا وبتستخبى، اما ارنست فبيطلع مسدسه وبيحصل اشتباك قوي. فبيستغل ريد اللي بيحصل وبيجري على يوري علشان يطمن عليه، لكنه بيكتشف ان اصابة يوري خطيرة جدا. فبيديله يوري مفتاح الخزنة وبيقوله يروح ينقذ عيلته، وبعدها بيموت. وهنا لوك بيفتح النار بشكل عشوائي في المكان كله، وبيقتل عدد كبير من النقاد ودمهم بيجي على كل لوحات كلوي. وبيجري ريد وسط ضرب النار وبيقدر يوصل لمراته وبنته، لكن ديريك بيظهر قدامهم بيقول لهم يخرجوا من المكان. فبيروح له ريد وبيضربه بقوة بعنف شديد علشان يعاقبه على اللي هو عمله مع كلوي، وبيسأله لو في مكان يهربوا منه. فبيعرفوا ديريك بان في باب طوارئ ممكن يطلعوا منه، ولكن بيقول له ان هو مقفول. فبيمسك ريد طفاية الحريق وبيكسر الباب وبيخرجهم كلهم بسرعة من المعرض، وبيركبوا العربية. وساعتها بيشوفوا لوك وهو خارج وراهم من المعرض. فكلوي بتقول لريد ياخد المسدس اللي موجود في العربية، ومع ان المسدس بيكون صغير ومفيهوش غير طلقة واحدة بس، لكن ريد بيمسكه وبيضرب نار على لوك ولكن مش بيصيبه. فبتسوق كلوي العربية بسرعة كبيرة وبتخبط لوك. فبيمسك لوك في سقف العربية وسلاحه بيقع على رجل ريد، وبعدها لوك بيمسك ريد من رقبته بيحاول يخنقه. فبيفتح ريد عليه النار لحد ما لوك بيسيب العربية وبيقع، وبيدوروا عليه بعدها وبيلاقوه اختفى. وهنا يوري بتسأل ريد عن لوك وليه بيحاول يقتلهم. فبيعرفها ريد ان لوك قاتل مأجور، وان اخوه كان شريكه في عملية سرقة البنك والشرطة هي اللي قتلته، علشان كده لوك عاوز ينتقم منه وعايز كمان ياخد الفلوس اللي معاه. وفي اللحظة دي بتتعصب كلوي على ريد لان هو فاهمها ان
ان هو يتخلص من الفلوس اللي هو سرقها. فبيفضل ريد يقنعها ان الفلوس دي هي السبيل الوحيد لحل مشاكلهم، فبتقتنع كلو بكلامه وبيروحوا عند محل يوري. وبينزل ريد من العربية وبيطلب من كلو ان هي تستناه لحد ما يجيب السندات ويرجع لها. وبعدها ريد بيفتح الخزنة بالمفتاح اللي اخده من يوري وبيحط كل السندات اللي جوه الخزنة في الشنطة اللي معاه. ولكن فجأة بيلاقي بيا جاية تجري عليه، وبعدها بتقع كلو من على السلم قدامه وبيظهر لوك وهو بيرفع عليه السلاح وبيقول له ان هو هيقتله وهيقتل كل عيلته، وبكده هيكون انتقم لموت اخوه اللي هو قتله. فبيحاول ريد يفهمه ان الشرطة هي اللي قتلت اخوه مش هو، وبيعرض عليه ياخد السندات كلها ولو هو عاوز يقتله ما عندوش مانع، ولكن في المقابل يبعد عن مراته وبنته ويسيبهم عايشين. ولكن لوك بيكون الغضب مسيطر عليه وبيضرب نار على ريد، وبيكون ريد مخبي بيها وراه، وساعتها بتدخل جوه الخزنة وبتتقفل عليها. وبعدها بيقع ريد على الارض وبيطلب من كلو ان هي تهرب. اما لوك فبيقرب من ريد وبيقفل الخزنة بالقفلة على بيا، وبيقول لريد ان بنته هتموت في خلال 5 دقايق بسبب نقص الاكسجين. وبيقول له كمان ان هو هيسيبه يراقب بنته وهي بتموت، وهيروح هو يخلص على مراته ويرجع. وفي الوقت ده بتكون كلو بتجري جوه نفق كبير وما بتكونش عارفة النفق ده هيوديها على فين. ولكن اول ما بتسمع صوت لوك جاي وراها بتستخبى، وبمجرد ما بيقرب منها بتضربه على وشه وبيقع على الارض. وبعدها بتغرز الآلة اللي معاها في ظهره وبتجري وهي بتندى على ريد. وساعتها بنكتشف ان ريد لسه عايش لان الرصاصة جت في مفتاح الخزنة اللي جوه جيبه. فبيقوم ريد بسرعة وبيحاول يفتح الخزنة بالمفتاح وينقذ بنته، لكن للأسف المفتاح بيكون بايظ بسبب الرصاصة والخزنة مش بترضى تفتح. وفي اللحظة دي بيسمع ريد صوت كلو وهي بتندى عليه، فبيتكلم مع بيا وبيطلب منها تصبر لحد ما ينقذ امها ويرجع لها تاني. ووقتها بيظهر لوك قدام كلو وبيضربها وبيوقعها على الارض، وبيكون خلاص على وشك ان هو هيخلص عليها، لكن ريد بيظهر في الوقت المناسب وبيمنعه. فبتجري كلو وبتهرب من المكان بسرعة. اما ريد ولوك فبيدور بينهم خناقة جامدة وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيرجعوا للأوضة اللي فيها الخزنة تاني. وبيكون واضح ان لوك هو اللي هيخلص على ريد، ولكن فجأة بيجي ارنست وبيضرب لوك بالنار. فبيطلع لوك من جيبه قنبلة وبيفجرها وبيموت نفسه، ووقتها النار بتمسك في السندات وبتحرقها. وبيكون ريد وكلو وارنست قدروا يحموا نفسهم من الانفجار. وبيروح بعدها ريد وكلو بسرعة عشان يخرجوا بيها من الخزنة، لكن ارنست بيرفع سلاحه على ريد وبيكون عاوز يقبض عليه. فبيعرفوا ريد ان بنته جوه الخزنة، وبيترجى ان هو يسيبه يفتح الخزنة قبل ما بنته تموت جواها. فبيتعاطف ارنست معاه وبيوافق. وهنا بيحاول ريد ان هو يستخدم كل تركيزه علشان يفتح الخزنة، وفعلا بينجح ان هو يفتحها وبيقدر ينقذ بنته. وبعدها ريد بيمد ايده لارنست علشان يحط فيها الكلبشات ويقبض عليه، لكنه بيتفاجئ ان ارنست بيقول له ان السندات اتحرقت، وبكده مفيش اي دليل ضده علشان يقبض عليه. وبيكون واضح ان ارنست اتعاطف مع ريد وعلشان كده رفض يقبض عليه. وبعد مرور ايام بنلاقي ريد وكلو في البيت، وبيكونوا قاعدين محتارين وبيفكروا هيعملوا ايه في الديون اللي عليهم. وفجأة بيلاقوا الباب بيخبط، ولما بيفتحوا بيتفاجئوا بدريك قدامهم وبيعرفهم ان لوحات كلو اتباعت كلها بمبلغ كبير، وده لان الناس انبهروا باللوحات بعد ما دم النقاد انتشر عليها. ده غير ان هما مستنيين لوحات تانية من كلو ودفع مقدم كمان. والخبر ده بيخلي ريد وكلو مبسوطين وفي قمة سعادتهم. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل دلوقتي تشترك في القناة لان احنا ناقصين عدد كبير من المشتركين، وما تنساش تصلي على النبي.